يجب علينا كمسلمين أن نتدبر فيما نفعل، ولكننا للأسف بنعمل العكس، بنفعل بدون تدبر. يعني احنا عرفنا القوة الجبارة اللي جوانا، القوة العظيمة اللي جوانا اللي ربنا خلقها في المسلم بالتحديد. مين يقدر يتحكم في العطش، في الحر وفي الجوع؟ يقدر يتحكم في الجوع في نهار رمضان؟ مين بيقدر يعمل كده؟ جوع وعطش وامتناع عن كل حاجة غير المسلم. ورغم ذلك المسلم مش متدبر هو قد ايه بيعمل عمل عظيم، عمل يقربه الى الله، عمل يقويه على نفسه، يخليه يتحكم في شهواته. ده علاج نفسي، علاج نفسي قوي جدا. الصيام فيه عبر كتير وعظة كتير جدا، بس احنا مش متدبرين. لو تدبرنا في الصيام هنحس ان احنا ابطال، ولكن الاعتيادية خلتنا ما نشوفش المنحة الكبيرة قوي والحكمة الكبيرة قوي اللي جوه الصيام. يا ريت نتدبر في أنفسنا ونعرف قوتنا الداخلية عشان نقدر نصون أنفسنا بعد رمضان.